السلام عليكم حبايب قلبي، اخباركم ايه يا غاليين؟ يا رب يا حبايب قلبي تكونوا بالف خير، وكل سنه وانتم طيبين. بمناسبة السنة الجديدة ربنا يجعلها يا رب سنة سعيدة، وتحققوا كل اللي كان نفسكم فيه السنة اللي فاتت وما تحققش. بإذن الله تحققوا كل أمنياتكم السنة دي، وربنا يجعلها سنة سعيدة علينا جميعا يا رب. فاحنا قلنا بقى النهاردة كده نعمل تورتية حلوة كده، بمناسبة سنة جديدة يا رب علينا كده بسعادة. فقلت بقى ايه أشارك حبايبي فيها، وهسمي بسم الله واقول للحبايب قلبي مقاديرنا ايه. طبعا انا الاول هبدا اعمل الكيكه الاسفنجيه بطريقه حلوه جدا، وباذن الله هتطلع ناجحه، وهتطلع العلو بتاعها هيعجب حضراتكم. وهنسمي بسم الله بقى كده ونقول المقادير بتاعتنا ايه يا غاليه. انا عندي هنا 7 بيضات، والسبع بيضات دولت هما اللي هيكونوا اساسي في الكيكه بتاعتنا، لان هما اللي هيساعدوا ان الكيكه بتاعتي ترتفع. اتفقنا كده. عندي كمان كوبايتين الا ربع دقيق، وورقه فانيليا، عندي معلقه خل كبيره، ذره ملح صغيره قوي، معلقتين معلقه بيكنج باودر مش كبيره قوي، لان انا زي ما قلت البيض عندي ما شاء الله السبع بيضات حلوين قوي لاداه رفع. فانا عندي هنا معلقه بيكنج باودر، يعني مش هحط الكيس كله. عندي معلقتين نشا، وعندي كوبايه سكر واحده بس. انا مش عايزه سكر اكتر من كده، هو حلو قوي كده. اول حاجه هسمي بسم الله، وهبدا بقى كده اوسع عشان بس اعرف اشتغل، وهسمي بسم الله وهبدا بقى كده. في بيض يبقى لازم على طول في فانيليا. هاخد ورقه الفانيليا بتاعتي واحطها كده على السبع بيضات بتوعي حلوين قوي كده. احنا هنا طبعا مش محتاجين محسن كيك، هو ما شاء الله البيض كفيل حلو قوي قوي. انا مش هضربها، انا بس هديها حاجه بسيطه كده اهي. بس انا عايزه كده، مش عايزه بقى الفيديو النهارده هنقطع منه كتير، عشان في تكات بسيطه كده، وهي دي من عوامل نجاح باذن الله باذن الله الكيكايه بتاعتنا، واللي بعد كده باذن الله هتبقى تورتايه. انا هنا حطيت البيض ضربته ضربه بسيطه قوي، هحط عليه معلقه الخل، واحط عليه اللهم صل على رسول الله السكر. بس هنحط السكر ازاي بقى؟ هنحط شويه شويه، يعني مش هحط السكر مره واحده. فانا هسمي بسم الله كده، وهبدا كده يا غاليين اهو، هضرب بالمضرب واحط السكر شويه شويه، يعني كده اهو. واحط شويه سكر. السكر بتاعنا، انا عارفه ان الصوت مضايقكم، بس انا لازم اقول لكم على كل تكه صغيره قوي، عشان دي اللي هتنجح باذن الله الكيكه بتاعتنا. هبدا اسمي بسم الله، احط شويه بشويه، والسكر بتاعي حبيبي اهو. احط شويه كمان، واضرب على ناحيه واحده، ما ينفعش اضرب وارجع الف اهو، عشان ما اخرجش اي هواء يخش جوه الكيكه بتاعتي. احط برضو شويه كده. ممكن احط مثلا كوبايه السكر دي على 5 مرات، على 6 مرات، مش مشكله. فانا اهو عشان ما اطولش على حبايبي بقى، انا كده حطيت السكر، لكن مش ده القوام اللي انا عايزاه. انا هفضل اضرب في البيض بالسكر بالفانيليا بالظبط بتاع بما يعادل 10 دقايق. بعد انا هضرب فيها عشان الصوت، وهرجع لحضراتكم اوريكم انا عايزاها تبقى ازاي. حبايب قلبي انا بالظبط 10 دقايق. شايفين القوام تقل معايا ازاي؟ شايفين القوام تقيل ازاي؟ لو لقيناه خفيف تنيكي حضرتك كده برضو بالضرب لمدة 10 دقايق القوام يتقل، لان لو فضل القوام خفيف وجينا حطينا الدقيق الكيكة بتاعتنا هتسقط مننا. بصوا كده بقى حبايب قلبي، انا عندي هنا الدقيق، هحط عليه شويه النشا، المعلقتين بتوع النشا، واحط عليه كمان معلقه البيكنج باودر اهي، وذره ملح. بصوا حاجه يعني اهي، حاجه لا تذكر اهي. واخد بقى المكونات بتاعتي دي كده، هقلب بقى الدقيق بالنشا بالبيكنج باودر اهو. وانا مش حاطه بيكنج باودر كتير، هي ما شاء الله هتبقى زي الفل قوي كده. هاخد شويه كده من الدقيق بالنشا اهو،
ومش هحط كله في حته واحده، يعني بالراحه كده اوزعها كده عشان لما اقدر اجي الفها ما تبقاش حتت منها تخينه مني تهبط لي الكيكه. اهو. وبالمضرب بقى كده بصوا هاخدها كده زي دايره بالراحه خالص، انا مش عايزه الهوا يخرج منها. بصوا حبايب قلبي بالراحه خالص اهو. اهو. وما انزلش قوي كده، يعني ما لفش فيه قوي، الدقيق بس يختفي اهو. واخد وارجع تاني برضو، هاخد برضو بقيه الدقيق اهو. وبالراحه كده هاخد من على الحروف كده، مش عايزه انا دي زي ما قلت احطه في حته واحده بس اهي. كفايه كده اهي. والف بالراحه خالص. بصوا حبايب قلبي اهو بالراحه خالص كده، هتطلع معانا باذن الله احلى كيكه هشه وما شاء الله حلوه جدا وهتعجب حضرتك. وبرده كله حبايب قلبي على اتجاه واحد اهو بالراحه خالص. ابدا بقى اكمل برضو الدقيق بتاعنا كده اهو، مش في حتت معينه اهو. خلي دولت كده واكمل برضو اهو. انا المره دي ما بسرعش قوي الفيديو عشان انا عايزه تشوفوا كل حاجه فيها واحده واحده. بصوا حبايب قلبي اهي بالراحه خالص اهي. اكمل بقى بقيه الدقيق بتاعي بس بالراحه خالص كده. بصوا حبايبي انا بالراحه خالص ازاي اهو كده. انا دخلت كل الدقيق جوه الخليط بتاعي، ويلا بينا بقى نشوف الصينيه بتاعتنا. حبايبي انا كده عندي الصينيه دي مقاس 24. خدت حاجه من العجينه حاجه بسيطه قوي كده، يعني زي كده مثلا اهي، وبحط هنا مثلا الزق كده الورق بتاعي، الورق الزبده، وهسمي بسم الله بقى. شايفين؟ بصوا بسم الله ما شاء الله ايه الجمال ده اهو. بالراحه خالص كده عشان ما اخرجش الهواء منها اهي. ايه رايكم بقى في اسهل من كده؟ بصوا حبايب قلبي اهو هنزل كل الخليط اهو، وبالراحه خالص هخبطها خبطه بسيطه قوي ان انا اسوي الكيكه بتاعتي. يعني بصوا حبايبي اهي، هي بسم الله ما شاء الله مش عايزه تتساوي اهي. بصوا اهي، بصوا حبايب قلبي، بصوا بسم الله ما شاء الله. هحطها بقى انا كده ولعت الفرن، يعني في نص العمايل كده ولعت الفرن. احطها بقى كده على الفرن درجه الحراره مثلا 160، هتاخد معايا بالظبط ساعه الا ربع. هو مش نص ساعه، فوق النص ساعه بشويه، بس برضو كل شويه تبقى عيني عليها وهختبرها بالخل. اتفقنا كده؟ حطها في الفرن واول ما تخرج باذن الله اوريها لكم يا حبايبي. حبايب قلبي الكيكه بتاعتنا هي اول ما خرجت من الفرن انا نقلتها بس كده او قلبتها على حاجه سلكي كده، ودقيقه واحده بقى وهشيل الايه الورقه الزبده واوريها لحضراتكم. بصوا حبايب قلبي انا شلت كده الورق الزبده من عليها، لو بصوا بسم الله ما شاء الله، بصوا طريه خالص ازاي ما شاء الله. طبعا انا الحجم بتاع الصينيه ده 24، لو احنا عايزينها اعلى من كده كمان هنعملها مثلا مقاس 20. اتفقنا كده؟ انا هسيبها بقى مش هقدر اجي جنبيها ولا اقطعها دلوقتي خالص، هسيبها بس تبرد، اروح انا اعمل الكريم شانتيه وارجع لكم بقى يا حبايبي بعد ما نقطعها ونزوقها باذن الله مع بعض. حبايب قلبي انا كده انتظرت لما الكيكه بردت. بصوا غاليين، بصوا بسم الله ما شاء الله طريه خالص ازاي. انا قطعتها كده الاربعه اهي. انا حطيتها كده على صينيه كده عشان اعرف ايه اظبط الدنيا. انا طبعا دي اللي كانت مقطوعه اللي كانت من فوق، هسمي بسم الله. انا حاطه هنا عندي لبن وحاطه له سكر، بس ايه عشان اطريها برضو، هي طريه بس عشان بتدي طعم احلى كده. هسمي تخلي العجينه او الكيكه بتاعتي بتبقى طريه ويبقى طعمها احلى كتير اهو.
ايه رايكم حاجه حلوه كده نعملها في البيت؟ وكل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، ربنا يعودها عليكم وعلينا يا رب الايام بخير كده، وسنه سعيده باذن الله. بصوا حبايبي حلوه قوي كده، هي الطبقه الاولانيه دي اللي بتتسقي اكتر حاجه اهي، بس حلوه قوي كده. هسمي بسم الله بقى كده، واحط الايه الكريم شانتيه اللي انا عاملاه. طبعا انا حاطه هنا ورقه زبده قطعاها نصين، عشان لما اسحبها كده ما يعني ما احاولش وانا بطلعها التورتيه تقع مني ولا حاجه. فانا هسمي بسم الله بقى، واحط الكريم شانتيه بتاعنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين نظبطها كده، والتزويق بقى انا وانتم على الله. انا مش خبره قوي يعني، بس بصراحه بحاول اجتهد. يعني مش حلو ان انا ما اكونش خبره، بس ان انا الاجتهاد ده في حد ذاته حلو طبعا. اهو بسم الله الرحمن الرحيم. نديها كده كريمه حلوه قوي اهو، مش عايزه اسيب ولا حته كده يعني. بصوا كرم بقى، مش قادره اقول لكم النهارده. هكمل برضو كده اهو. ايه رايكم كده؟ بصوا انا مش بخلانه يعني اهو. وهنا بقى بالسكافر كده، انا حاطه طبعا جنبي اهي ميه سخنه اهي، وحاطه السكافر فيها عشان كده على طول اظبطها اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. طبقه تحفه حلوه قوي كده اهو. بصوا حبايبي هسقي برضو الطبقه التانيه كده، والمره دي بقى انا جيت اعمل كريم شانتيه، بس انا ما بحبش الالوان الصناعيه قوي، فانا حطيت الالوان اداني اللون ده، هو ما ادانيش الاحمر، بس حلو شغال يعني. هسمي بسم الله برضو كده، نعمل طبقتين حلوين كده. والله عيالي بيقولوا لي مش مدي احمر قوي، حلو اهو. وبرضو هبدأ اظبطها كده، هبدأ بقى كده عشان لما نيجي نقطعها كده تبقى باينه فيها ابيض وفيها فوشيا، اللي المفروض ان انا كنت عايزاه يبقى لون احمر، بس ما علينا. هحط بقى الطبقه الثالثه، هعملها برضو بالكريم ابيض او فوشيا واللي بعديها ابيض، وارجع لكم تاني. حطينا بقى الطبقه الثالثه اهي، ونظبطها كده. ايه رايكم كده؟ حاجه بسيطه بس كفايه ان احنا عملناها في البيت، واحلى حاجه ان احنا حاولنا نجتهد. سيبكم انتوا، ايه رايكم؟ كل سنه وانتوا طيبين يا غاليين. احساس حلو انك انت تحس انك انت بتعمل حاجه، لا ومظبطاهم بره بقى، وداخله اعمل لكم تورته. ادعوا لي يا رب كده ما افشلش، يبقى شكلي وحش قدام ولادي. ايه رايكم كده؟ والله حلوه اهي وزي الفل. كمان اديها كده شويه صوص كراميل كده، اظبط الدنيا حلو كده اهو. ايه رايكم؟ حلو قوي كده بقى. وابدا بقى كده احط الطبقه الاخيره باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. برضو هسقيها كده باللبن، بلبن بسكر كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا قلنا بقى بهتم قوي باخر طبقه وباول طبقه. بقى كده احط الطبقه الاخيره. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رايكم كده حبايب قلبي؟ الكيكه طالعه حلوه جدا، جربوها باذن الله وهتدعوا لي. اهم حاجه بس زي ما انا قلت لحضراتكم، نفضل نضرب فيها لغايه ما القوام بتاعها يتقل قبل ما احط الدقيق، لان لو ما تقلتش، لو القوام بتاعها ما كانش متماسك، الدقيق هينزل في النص، هنيجي نسويها هنلاقيها هبطت مننا. بس باكد عليكم دي كويس قوي عشان ما ترجعوش تقولوا لي يا ام محمود هي هبطت ليه. لكن لو عملناها زي ما انا بقول لكم كده، يعني نمسك الطبق نزقه كده، اللي هي عامله زي كاني بالظبط حاطين لها دقيق، حاطين لها الدقيق، بتبقى متماسكه ازاي كده، تطلع حلوه جدا. حبايب قلبي ايه رايكم كده بعد ما خلصنا التورتايه؟ انا جيت هنا في الجناب عملتها بالسكافر كده بالناحيه بالسنون دي، مش بالكبيره،
السنون الرفيعه دي ادتني شكل كده حلو برضو والله، وشكلها حلو مش وحش. هحطها بس في التلاجة ساعة واحدة بس عشان الوش يتماسك شوية قبل ما نزوق. حطها في الفريزر او في التلاجة ساعة كده، لو في التلاجة ساعتين، لو في الفريزر ساعة، واطلعها بإذن الله ونزوقها مع بعض. حبايب قلبي انا كده طلعتها من التلاجة، هي بقى لها كده بحوالي ساعة، وهبدأ بقى احط عليها كده. انا جايبة هنا صوص فراولة، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رأيكم كده؟ يعني حاجة بسيطة كده على قدي. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل حاجات بسيطة كده من على الحروف، الحاجة ببساطتها على فكرة. ايه رأيكم كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ده صوص جاهز بصراحة، مش انا اللي عاملاه. فيها ايه بقى لو كان الكريم شانتيه طلع اللون ده؟ مش عارفة. بصوا حبايبي انا حطيته هنا عشان بس ايه اعرف اتحكم اكتر. انا كده كملت الوش كله اهو، مش عايزه اخلي ولا حته فاضيه. وهنبدا بقى مع بعض كده من على الحروف كده اهي. ايه رايكم بقى كده؟ حلو قوي. وايه رايكم؟ بابا نويل بيقول لكم كل سنه وانتم طيبين. هحطه بقى كده اهو. بصوا اظن بقى مفيش اسهل من كده، حاجه كده ببلاش كده. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ طب احنا مش هنسيبه كده، احنا عايزين نجيب ولاده. ايه رايكم بقى يا حبايبي كده؟ تورتيه حلوه والتزويق على قدي برضه، يعني انا زي ما قلت لكم انا مش خبيره قوي. دي بقى انا ما اعرفش، ولادي جابوها لي قالوا لي يا ماما دي بتاعت راس السنه، فانا مانيش عارفه دي بترمز لايه، بس هم مصممين ان انا احطها. انتوا شايفين انا شايفه كده، انا حاسه ان كده حلوه. اه بنتي بتقول لي حطيها، فانا مش عارفه هي دي ايه اساسا، بس اهو حلوه كده. قولوا لي والنبي ايه دي لازمتها؟ انا مانيش عارفه، هي بترمز لحاجه اكيد يعني، بس انا مش عارفه الرمز بتاعها لايه. بس ايه رايكم؟ وحاجات بابا نويل اهيت. يا رب يا رب يا رب كده التزويق البسيط ده يعجبكم، وكل سنة وانتم طيبين يا غاليين، وسنة سعيدة عليكم وعلينا يا رب. كومنتات كتير عشان ام محمود، لايكات كتير عشان ام محمود، نفعل زر الجرس عشان يوصل لحبايب قلبي كل جديد. اسيبكم يا رب في رعاية الله وامنه وسلامه، وكل سنة وانتم طيبين وعام سعيد عليكم وعلينا. واشوفكم باذن الله حبايب قلبي في فيديو جديد. وقبل ما انهي الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لحبايب قلبي كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله.